او بتقول له اللي بيضربك اضربه. بهاي الطريقة ابنك راح يضل الحيط الواطي اللي ولاد المدرسة او بالحارة بيستقووا عليه. طبيا ونفسيا هدول الطريقتين هم اللي حيدمروا شخصية طفلك. الاولى بيطلع الولد خواف وضحية، والثانية بيطلع الولد عدواني ومشكلجي، والاثنين راح يضيع حقهم. الحل الطبي الصح مش انك تسجله بنادي بوكسينج، الحل بيبدأ من لغة جسده وصوته. فلازم تطبق خطوتين. اول اشي الدماغ بيستخدم نفس المسارات العصبية للدفاع عن النفس سواء قبال الاهل او قبال الغرباء. فعشان هيك لازم في البيت تعطيه الحق انه يرفض. يعني لبس اكل اذا مو حابه عادي له الحق انه يرفض، خليه يمارس قوة الرفض في البيت عشان يكون له شخصية برا البيت. ثاني اشي، طبعا معروف انه المتنمر دائما بنقي الولد اللي ببين عليه الخوف. عشان هيك درب ابنك على 3 شغلات. اول اشي وقفة ثقة، ظهره يكون جالس واكتافه مفرودة، عين بعين بتطلع بعين اللي قباله ما بينزل راسه، واللي بتعرض له بيصرخ بوجهه بثقة. لحد هون وبس. هذا الصوت مع الثقة بالنفس علميا تطفي اشارات الخوف بدماغ ابنك وبتخلي المتنمر يفهم انه هذا الولد مش صيد سهل. الولد اللي بتعلمه يحكي لا بالبيت وبنحترم رأيه مستحيل يضيع حقه برا البيت. علموا اولادكم الحدود والثقة قبل ما تنموا عضلاتهم. شاركوا الفيديو لتوصل رسالة لكل اب وام. اذا بتضل تدافع عن ابنك بزيادة او بتقول له اللي بضربك اضربه،